السلام عليكم. معاكم محمود الهيدي من جيم مصر. والنهارده عايز اتكلم على حاجه مهمه جدا، تمرينة الجنرال او اللي هي السوبر. نزلت بوست من كام يوم على تمرينة الجنرال ونزلت التمارين اللي فيها. في ناس للاسف متفهمه ان تمرينة الجنرال دي بس للمبتدئين او تمرين اي كلام. ماشي، تمرينة الجنرال للمبتدئين بس لازم تبتدي صح. الفكره كلها حاجه بسيطه جدا. في ناس بتخش الامتحان مذاكره كويس وفي ناس بتقرا اي كلام، الاثنين بينجحوا. مفيش حاجه اسمها لعب غلط، بس اهم حاجه انا رايي الشخصي ان الواحد يهتم بتمرينة الجنرال دي على قد ما يقدر. النهارده هوريك تمرينة الجنرال اللي انا كتبتها من قيمه يومين، هوريك ازاي التمارين بتاعتها. حاول على قد ما تقدر تعمل 3 أو 4 مجاميع من كل حاجه هنعملها. انت لو فكرت فيها، انت عندك عضله الصدر وعضله الظهر، عضله الكتف وعضله الرجلين، دول اهم حاجه، والبطن طبعا. البطن تلعب براحتك، بس اقصى حاجه لتمرينة البطن 3 ايام في الاسبوع على قد ما تقدر. كل مجموعه اللي احنا هنلعبها هنعمل فيها تمرينتين. هتزود اوزان، ما بقولكش هتشيل خفيف، حتى في تمرينة الجنرال هتزود اوزان، سواء انت بتنشف، سواء انت عايز تخس، سواء انت عايز تبني عضله، عايز تضخم. من رايي الشخصي، وده طبعا على حسب ما انا قريت وعلى حسب ما انا درست كل حاجه، التكرار بتاعك لو في العده انت من 8 ل 12. لو الوزن تقيل شويه هتقلل العده، بس تفضل ما بين 8 ل 12. الفكره كلها في الاختلاف، اللي انت عايز تخس او عايز تزيد بيبقى النيوتريشن بتاعك، بيبقى الاكل بتاعك وطريقه وكميه الكارديو اللي بتعملها طول الاسبوع. حلو الكلام. فدلوقتي هنبدا اول حاجه اللي هو الايه، البار المسطح اللي بتعمله بالصدر. هتنام على ظهرك وبتمسك، كل واحد بيختلف المسكه بتاعته على حسب حاجه صدر. ترفعها كده، هو ده الصدر. بتحاول تنزلها تحت خالص، تلبس الصدر، كوعك بره، كوعك مش جنب جسمك كده، كوعك بيبقى بره، وبتزقها فوق خالص في نفس المستوى بتاع صدرك. بتنزلها تحت وبتطلعها فوق، ورجليك الاثنين على الارض، تنزلها تحت على صدرك وبتطلعها فوق. حلو الكلام. ده يعتبر اول تمرين. بعد ما تخلص ده مره واحده بتخش على طول تلعب اللي هو المايل، تلعبه بالدمبل. حلو الكلام. نفس النظام ده للصدر، تروح راجع لورا، جايب انت صدرك، رجليك الاثنين على الارض، طلعهم لغايه فوق في النص، مش شرط يلمسوا، بس اهم حاجه دراعك يتفرد لغايه فوق، بتنزل لغايه تحت، دراعك برضه وكوعك مرفوعين بره لغايه تحت، تقوم لغايه فوق، ترجعهم تحت خالص، تقوم لغايه فوق، ترجعهم تحت خالص. حلو الكلام. ده كده اول تمرينتين للصدر. انت بقى تلعب مره هنا مره هنا، بتعملهم 3 أو 4 مجاميع براحتك. تخلص مجموعه الصدر وبعد كده تخش على الظهر. وفي الظهر هنخش على ان هو هنلعب مكنه اللي هي السحب العالي، وبعد كده السحب الضيق. مكنه السحب العالي بالظبط زي العود، يعني مكان ايدك بيفرق في انهم عضله بتشغلها. ففي الاول خالص احنا عايزين بس تحط ايدك هنا ناحيه العضله، الاول تمسكها تنزل تحت، بتحاول تجيب البار نفسه لغايه العظمه بتاعت صدرك كده فوق، تطلعها لغايه فوق. الحاجه الوحيده اللي بترجعها ورا دماغك، بس بترجعها سنه بحيث البار ما يقطعش في مناخيرك ولا وشك. تنزلها لغايه تحت، تطلعها لغايه فوق، تنزلها لغايه تحت، تطلعها لغايه فوق. حلو كده. نفس النظام، تلعب من 8 ل 12. لو الوزن تقيل العدد بتاعك هيقل، بس تفضل في نفس الرينج دوت، في نفس المجموعه من 8 ل 12. حلو كده. السحب الارضي، كل جيم بيختلف المكنه نفسها. هتلاقي في مكان زي دوت وفي مكان مختلف شويه على حسب كل واحد. الوضع بتاع دوت بيختلف شويه، وهتلاقي فيه اراء كتير جدا. في ناس تقول لك انت بتلعبه غلط، وفي ناس تقول لك انت بتلعبه صح ولازم تلعب بالطريقه دي. رايي الشخصي حط رجلك الاثنين كده اهو، ما بتفردش ركبك للاخر، ركبك بيفضلوا متنيين. اهم حاجه في الوضع بتاع المكنه دي كتفك في نفس المستوى المقعد بتاعتك، يعني ما تلاقيش ظهرك عامل كده هو تلعب بتشد كده، ولا لا ظهرك عامل كده وتشد. حلو كده. التمرينه دي لعضله المجلس، فانت بتمسك ايدك الاثنين كده هو. حلو الكلام. زي ما اتفقنا، كتافك بنفس مستوى المقعد، بتجيب ايدك لغايه وسطك وبتحاول على قد ما تقدر بعضمتين كتفك اللي ورا بتحاول انت تشدهم،
وبتخلي ايدك تنام. في ناس بتقف لغايه هنا وفي ناس بتروح سنه معاها. مروحك سنه معاها ما فيش اي مشكله، بس ما تروحش لغايه الاخر عشان ظهرك من ورا، عشان عضلتك اليمين. خليك كده اهو، وانت لما ترجع شد بالعضلات من ورا وخليها رايحه. شد بالعضلات وخليها رايحه. حاول على قد ما تقدر ما تشدش بظهرك. الكلام ده كده غلط. انت كل اللي انت عايزه ان انت تقوي عضلات ظهرك، مش ان انت تخلي الوزن يروح معاك. حلو الكلام؟ كده احنا خلصنا الصدر وخلصنا الظهر. نفس النظام هتلعب التمرينه ديت وبعد كده ترجع للتمرينه دي واحده واحده، تريح شويه، مره ومره رايح كمان، سواء تلعبوا من 3 مجاميع او 4 مجاميع، دي حاجه مصعبه. تعال نوصل ايه؟ نروح للرجلين. مره تمرينه الرجلين. انا من رايي الشخصي بالذات في تمرينه الجنرال ان انت في الرجلين اول حاجه فيها اللي هي الستيب ابس، اللي هي اللي بتطلع على الصندوق ترجعه تاني. حلو الكلام؟ دي ممكن تلعبهم بالدمبل او بالبار. لو البار تحط ورا رقبتك، لو بالدمبل تمسكهم الاثنين في ايدك كده. دي حاجه تريحك الاثنين زي بعض. اهم حاجه وانت بتلعب رجلك كلها زي ما انت شايف تبقى على الصندوق، وتزق كعب رجلك على قد ما تطلع لغايه فوق. نفس الرجل اللي طلعت الاولانيه نفس الرجل اللي بتنزل تحت. نفس النظام، رجلك كامله بتزق كعب رجل على قد ما تقدر، وعلى قد ما تقدر انت بتزق فوق وبتنزل تحت خالص. حلو الكلام؟ هتعمل برضه على الجنب الاول، بعد ما تخلص تعمل على الجنب الاول. دي برضه حاجه ايه؟ ترجع نفس النظام من 8 لغايه 12. كنت انا نزلت فتره فيديو عن السكوات، ان انت تنزل تحت خالص وبعد كده تطلع فوق. حلو الكلام؟ Excuse me. Come on, Virginia. دوت هنجيب صندوق اصغر شويه، اوطى شويه، وهتنزل فوق تبتدي فيه من تحت. بس اهم حاجه تفتح رجلك بنفس حجم كتافك. هتمسك واحد بس ينور، او ممكن تمسك واحد على حسب الوزن اللي انت عايزه، او ممكن تجيب البار وتحطه ورا رقبتك برضه اللي يريحك. نفس النظام. اي تمرينه في الرجلين انت بتزق كعب رجلك مش بمشط رجلك، يعني كل طولك جاي من كعب رجلك مش مشط رجلك. من هو هتطلع فوق خالص وتنزل تحت خالص، تقعد زي ما انت ابتديت، تطلع فوق وتنزل تحت. حلو الكلام؟ على قد ما تقدر وانت طالع وانت نازل ما تحاولش جسمك يبقى نازل، حاول تبقى ماسك وشادد بطنك. تطلع فوق، ولما تنزل مش تنزل وتسيبها تقعد، لا انت نازل انت بتتحكم فيها. حلو الكلام؟ ده كده يبقى ايه؟ تمرينتين الرجلين. اخر حاجه هنتكلم فيها الكتاف. اول حاجه في الكتاف اللي هي الرفرفه الجانبي. في كذا نوع من الرفرفه الجانبي. اساس الرفرفه الجانبي اللي هو العادي جدا. اهم حاجه المعصم بتاع ايدك وكوعك وكتفك الثلاثه بيكونوا نفس المستوى لما تطلع. مش شرط دراعك وانت واقف عادي، انت مش فارد دراعك كده، وكوعك مش مفروض للاخر، كوعك على طول ممكن سنه صغيره هيفضل زي ما هو. فهتمسك الوزن هنا اهوت وهتعمل بيه لغايه الجناح وترجعها تاني. ملهاش اي لازمه ان انت تطلعها اكتر من مستوى الدراع. وقفها لغايه الدراع ونزلها، طلعها ونزلها. بس زي ما اتفقنا اما تطلعها هنا هو معصم ايدك كوعك وكتفك الثلاثه في مستوى واحد. لو شايل وزن تقيل هتلاقي في ناس كتير بتعمل كده اهو، او في ناس كتير تضيق ايديها. فدي دوت ده تمرين تاني خالص، ابعد عنه دلوقتي. انت بتحاول تقوي عضلاتك، فانت على قد ما تقدر حاول تلعب صح. ماشي؟ ده كده التمرين الثاني اللي هو الكتاف. هتقعد على الكرسي، جيب اي دمبلين. حلو الكلام؟ في مستوى بالظبط مستوى ودنك، طلعهم لغايه فوق، دراعك يتفرد وتنزلهم تاني، طلعهم لغايه فوق وتنزلهم تاني لغايه فوق وتنزلهم تاني لغايه مستوى ودانك. حلو الكلام؟ نفس النظام، تمرينتين بس للكتاف. حاول قد ما تقدر تلعبهم 3 أو 4 مجاميع، دي حاجه تريحك. البطن بقى يا معلم العب اي تمرين بطن تريحك. عايز تخليهم بس 2، عايز تخليهم 3، عايز تخليهم 4، دي حاجه ترجع لك انت. بس الكلام ده التمرينه دي سواء للولاد او البنات هتلعبها، سواء انت عايز تخسس او عايز تضخم.
اول 6 ل 8 اسابيع، ده رايي الشخصي وده اللي ربنا يشهد على كلامي، ده اللي انا بقوله لزبايني اللي بيتمرنوا، من 6 ل 8 اسابيع، اول 6 8 اسابيع لازم تتمرنوا جنرال. زود اوزان، ما بقولكش الاوزان خفيفه، زود اوزان والعب تكرار ما بين 8 و 12، هتشوف فعلا نتائج كويسه جدا. وعلى قد ما تقدر. الفرق الوحيد بس المختلف ما بين انت عايز تضخم وانت عايز تخسس هيكون في الاكل، طريقه اكلك، سواء بقى بتزود او بتقلل دي حاجه ترجع لك انت. وطريقه الكارديو، الكارديو زي ما احنا اتفقنا اتكلمنا عليه قبل كده، قبل التمرين بس هتلعب من 5 ل 10 دقائق بس تسخين عشان تسخن جسمك قبل ما تشيل حديد. اخر التمرين انت لو عايز تخس بتلعب ما بين 20 ل 40 دقيقه، اي جهاز او اي مشي او اي حاجه، او حتى بتوع نزول السلام. مش عايز تخس وعايز تضخم، انصح بيها مره او مرتين في الاسبوع بس تلعب كارديو، بس عشان قلبك وعشان ايه ما تزيدش دهون على الفاضي. يلا، السلام عليكم.